شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة. على فكرة انا زينت وشها بفستق. عندك فستق زيني، ما عندكيش زيني بسوداني اللي موجود عندك. مش حابة، هي شكلها حلو اصلا، طالعة من الفرن واخدة لون حلو. تمام. مع السلامة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جديده، هنعمل ام علي. زي ما انتم شايفين كده معايا 3 طواجن، كل طاجن مقسمه فيه الملفيه بتاعه. انا مستخدمه علبه ام علي بتاعه حلو الشام. تمام. يبقى معاها الملفيه بتاعها ويبقى معاها كريمه القشطه. تمام. طبعا لازم زبيب. تمام. ما عندكيش ما تحطيش زبيب. تمام. والمكسرات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، عندي مجموعه من المكسرات جرشتهم بس مش طحنتهم، لان احنا بنحب نحس بطعم المكسرات في ام علي. وعندي كيلو لبن بلدي غليته وركنته شويه. اهم حاجه يكون بخير وكده وفيه قشطه، اهم حاجه يكون لبن بلدي. ام علي بتحب القشطه، يعني بدل ما تجيبي مثلا تحطي قشطه، طيب ما نجيب لبن بلدي بدل ما نجيب لبن مبستر يعني وتشتري قشطه وكده. تمام. اول حاجه وزعت بالتساوي كميه الملفيه في الطواجن. وزعت بالتساوي كميه الملفيه في الطواجن. وزعت بالتساوي كميه الملفيه في الطواجن. وبعد كده احط عليهم المكسرات. انا استخدمت طواجن صغيره بس مش صغيره قوي، هي غويطه شويه على فكره، عشان اللبن ما يدلدقش منها. وانا بحب ام علي اعملها في الطواجن الصغيره دي بصراحه، لكن انتي ممكن تعمليها في طاجن واحد كبير لو حابه يعني. دلوقتي انا حطيت المكسرات بتاعتي بالتساوي والزبيب. عندك جوز هند حطي، ما عندكيش تمام. تمام. ما عندكيش مجموعة المكسرات دي وعندك سوداني بس تمام. انا هنا عملت حاجتين يا جماعة، حطيت الملفيه وحطيت لو مش متكسر، لو العلبة اللي انت جايباها ان كانت دريم او غيره، بس انا بتاعت حلو الشام متكسرة جاهزة. تمام. حطيتهم بالتساوي في ال3 طواجن. وبعد كده المكسرات يعني يكون عندك ايه، مش حابه تحطي مكسرات، في ناس بتعملها ساده. بعد كده حطيت رشه فانيليا هنا ورشه فانيليا هنا ورشه فانيليا هنا. وبعد كده حطيت معلقه ونص سكر هنا ومعلقه ونص سكر هنا ومعلقه ونص سكر هنا وقلبت كله. في ناس ممكن تحط الفانيليا والسكر على اللبن وتريح دماغها، حابين تعملوا كده اعملوا. بس انا يعني بالمره دقت، يعني دقت هنا ودقت هنا ودقت هنا، ولقيت الكميه اللي انا حطيتها معلقه ونص كافيين جدا للطاجن ده والطاجن ده والطاجن ده. بعد كده يا جماعه هنمسك بقى بوله كده، نحط فيها بقى اللبن وكريمه القشطه بتاعتنا. تمام. ونحط عليها فانيليا، رشه فانيليا. وهحط معلقه من الكريم شانتيه ده بتاع دريم. ونعمل كريمه القشطه بتاعتنا على النار. يلا بينا نعملها ونرجع تاني للطواجن. بعد كده معايا هنا زي كوبايه ونص لبن او كوبايه لبن على حسب. ما تكتريش قوي كريمه القشطه عشان ما تبقاش ايه، طبقه تخينه قوي. احنا بنحط طبقه خفيفه تدي لون بس للطاجن. تمام. فانت اعملي كوبايه، لو كوبايه صغيره يبقى كوبايه ونص. هنحط عليها كيس كريمه القشطه. نحط عليها معلقه كريم شانتيه ورشه فانيليا ومعلقه سكر، معلقه واحده سكر كفايه. احنا مسكرين الطواجن كويس. تمام. وعلى البارد، اللبن يكون ساقع ما يكونش سخن. هنبتدي نقلب كده لحد ما يربطوا مع بعض. تمام. نحس ان هم ربطوا ما يبقاش فيه كلاكيع. وبعد كده نحطهم على النار لحد ما يتقلوا كأننا بنعمل بشاميل بالظبط. تمام. هرجع لكم تاني واحنا على النار. هنا بقى هنفضل نقلب لحد ما يتقل معانا ويبقى قوامه كريمي. هنا بقى يا جماعه تقلت وصلت للقوام اللي انا عايزاه، احطها على الطاجن وادخلها الفرن على طول كده. تمام. هندخلهم الفرن. هنشغل النار من فوق ومن تحت عليها. شايفين بقى الجمال والحلاوة والطعامة ابتدت تاخد وش اهي تطلع. واقول لكم هنعمل ايه، نزوقه بيه في الاخر. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة. على فكرة انا زينت وشها بفستق. عندك فستق زيني، ما عندكيش زيني بسوداني اللي موجود عندك. مش حابة، هي شكلها حلو اصلا، طالعة من الفرن واخدة لون حلو. تمام. مع السلامة.